بصوا بقى، دي اكتر المسلسلات اللي بحبها، ولما بتيجي ما بقدرش اقلب التلفزيون، لازم اتفرج عليها. نبتديها كده مع الكوين مع سبق الاصرار، غادة عبد الرازق وماجد المصري. ولحد دلوقتي محدش عرف يعمل دور المحاميه زي غادة عبد الرازق هنا في دور فريده الطبي، وده من وجهة نظر. عندك حكايه حياه، غادة عبد الرازق خلت الدور ده يتحفر كده في دماغ الناس، ذاكرين كل المشاهد وحافظين كل تفصيله في المسلسل ده. وطارق لطفي كان مفاجاه لما عرفنا في الاخر ان هو مش الدكتور بقى اللي عايز مصلحتها وبيحبها. مسلسل بكيزة وزغلول، مسلسل قديم شويه بس والله لو عندك اكتئاب لا يخرجك منه ولا اجدع ادويه. مش متخيلين انا بحب المسلسل ده ازاي. دويتو سهير البابلي واسعاد يونس يجنن، مش هيجي زيه تاني. عندكم مثلا مسلسل لاعلى ساعه، كان بيتعرض في رمضان ولازم كل ما يتعرض اتخانق انا وماما، انا اقعد اشتم في احمد فهمي عشان خاين، وهي من وجهه نظرها ان هي اللي هبله وازاي تدخل صاحبتها وتنزل وتسيبها مع جوزها، الراجل مش غلطان. مسلسل ادم بقى لتامر حسني، مسلسل من المسلسلات الكئيبه الجميله. ماجد المصري والله اوسكار على دور سيف الحديدي، ده بني ادم شرس ومعقد وتصرفاته تخليك تكرهه، بس في نفس الوقت عنده كاريزما لازم تحبه. كل الناس كانت في رمضان ساعتها بتقعد تعيط على مشاهد الضرب، الا انا بقعد اضحك. انتوا بقى ايه اكتر مسلسل حبيتوه فيهم؟